بتبدأ حلقتنا مع ديدام اللي كانت قاعدة في العربية، ولما وصلها خبر دخول خالها داود المستشفى سألت فورا عن عنوان المستشفى وجريت عليه عشان تطمن. وفي نفس الوقت رجع سركان لنهاد، فقام نهاد سأله عن اللي حصل وهل قدر يخدع صاحب الصياد ولا لأ. سركان قال له إنه ما عرفش وإن كل حاجة كانت متجهزة، بس أبوه ظهر فجأة واضطر يقتله علشان يعرف يهرب، لأن أبوه كان مصمم ياخده معاه. نهاد حاول يطمنه وقال له إنه هيلاقي حل تاني، وطلب منه يدخل البيت يبدل هدومه ويغسل وشه، ووعده إن كل حاجة هتتظبط. وسركان صدقه ودخل. بعدها كلم نهاد واحد من رجالته وطلب منه يراقب المنطقة كلها علشان يعرف إذا كان حد بيتبع سركان ولا لأ. وبعد ما خلص كلام دخل البيت، وسركان كان جوه الحمام. ساعتها نهاد مسك سلاحه وضربه بالنار. وقع سركان على طول ومات. قفل نهاد باب الحمام كأن مفيش حاجة حصلت، وقعد مستني اللحظة المناسبة للهرب. أما ديدام فوصلت المستشفى وكانوا بيجهزوا داود يدخل العمليات. قال لها قبل ما يدخل روحي لخليل إبراهيم وقولي له على بيت أمي، هو عارف هيعمل إيه. حاولت تهديه بس هو أصر. في الوقت ده كانت زينب وصلت المطعم وسألت توران عن خليل إبراهيم، فعرفت إنه جوه لوحده. دخلت له وقالت له إنها عايزة تتكلم معاه. قال لها إنه مش عايز يكرر اللي حصل الصبح، لكنها قالت إنها خدت قرار تبعد شوية لحد ما الدنيا تهدى. لكن بعد اللي حصل النهاردة واللي حصل امبارح بالليل هي اتخذت قرارها الأخير، ولازم يخلصوا الموضوع دلوقتي. بدأ خليل إبراهيم يسألها، فقالت له إنها موجوعة زيه، لكنها ما خرجتش مع حد زي ما هو عمل ولا صاحبة راجل. قال لها إنه فاكر إن البنت اللي خرج معاها كانت متدبرة منها. ردت عليه وقالت له وإنت صدقت بسرعة ورحت خرجتها على طول.